عايزاكم تاخدوا بالكم من شكل العصاج ده دلوقتي وكمان شويه. طبعا بتعملي العصاج بتاعك عادي وتقليدي خالص زي اي حد بيعمله. بتشوحي البصل وتروحي رامي عليه اللحمه وملحك وفلفلك، او بتحطي اللحمه الاول بعدين البصل. تعالى اقولك بقى على مكون هتحطيه على العصاج هينقل العصاج بتاعك في حته تانية، وانا ملاحظه ان هو بيزود الكميه. مش عارفه، انتوا جربوا وقولوا لي. مبدئيا انا بشوح البصل وبعدين بنزل باللحمه واديله تقليبه كده لحد ما اللحمه تغير لونها. بعدين بجيب كوبايه او كوبايه ونص ميه بحطها بقى على اللحمه. بالمناسبه ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وبسيب اللحمه بقى تتشرب ميتها كده زي ما انتوا شايفين وتستوي في قلب الميه. انا عن نفسي بلاحظ ان الطريقه دي بتخلي العصاج احلى وجوسي واطرى، ومنزل البهاريز بتاعه اللحمه كده وطعم اللحمه احلى من ما كانت مقدده. كمان بلاحظ ان الكميه زادت شويه، وزي ما انتوا شفتوا شكل العصاج في الاول وشكله دلوقتي ايه. متنسونيش في اللايك والشير، بحبكم كتير.